السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا إيه؟ معانا فتة ومعانا فراخ مشوية. طبعا الفراخ المشوية بتاعتنا أهي، عبارة عن إيه؟ غسين الفرخة كويس وحاطين لها طبعا بنغسلها بالخل والملح وده كله. وبعد كده بنحطها في الصينية وبنجيب بصلاية وقطاية ولوري وشوية من الكزبرة وشوية من البابريكا وشوية من خلطة السبع بهارات وشوية من الملح. تمام. وتبلناهم كلهم في الفرخة ونقعدوها تقريبا نص ساعة. بعد كده وكوباية فنجان من الخل وعصرة ليمونة. تمام تمام. بعد كده حطينا الصينية في الفرن وطالعة بالشكل ده، طالعة بإيه؟ بالشكل ده. تمام تمام. ده بالنسبة للفراخ. أما هنعمل مع الفراخ إيه؟ هنعمل معاها فتة. الفتة عبارة عن شوربة ورز وإيه؟ وتومة بالخل وعليها كبشتين من الشوربة. بنعملها إزاي؟ نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الطريقة دي نعملها عبارة عن إيه؟ أهو. أول حاجة طبعا بحب بس أوريكم الطريقة بتاعتنا عاملينها إزاي. أول حاجة طبعا بنمسك الشوربة بتاعتنا. أول حاجة عندنا عيش حاطينه في في الصينية أهو. الطريقة دي بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط عليه الشوربة. هتقولوا شوربة كده على العيش؟ هقول لك حلوة الطريقة دي، جربيها تعجبك جدا. الطريقة دي ده شوربة عندنا أهو. حطينا الشوربة. بعد الشوربة هنعمل إيه؟ هنحط عليها شوية من الرز. الطريقة دي أهو. بنوزع الرز كده على العيش والشوربة. الطريقة دي ريحتها خطيرة جدا جدا اهو. تمام. حطينا الرز كله اللي عندنا. لو عندك بواقي رز حطيه، ما ترموهوش طبعا. عندي بواقي بحطه مع الفتة، عندي بواقي بحطه مع الكشري بنفس الشكل. وبجيب الطشة بتاعتنا اللي هي أهم حاجة في الفتة. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفة شكلها حلو ازاي؟ اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بتوزعيها بالطريقة دي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفة ريحتها خطيرة جدا جدا اهو. ننزل تحت كده عشان تشرب معانا الفتة. شايفة؟ يبقى النهاردة زي ما احنا قلنا الأكلة بتاعتنا عاملين فراخ مشوية وعاملين الفرخة بتاعت الفتة بتاعتنا. وده غدانا النهاردة يا اخواتي. تمام. تمام كده. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة ونفعل الجرس. وياريت تشتركوا في القناة أكتر من كده وتدعموا الصفحة أكتر من كده، عشان بصراحة المشاهدات بتاعتها قليلة وبرضو اللايكات قليلة جدا جدا جدا. ياريت نكتر من المشاهدة ونكتر من اللايكات. لو عجب الفيديو ما تنسيش تعملي لي اشتراك في القناة ونفعل الجرس. ونصلي على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ونقول بالهنا والشفاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.